السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد إن شاء الله هنتعلم في الفيديو ده إزاي نتعامل مع الصور والخطوط في الديزاين بتاعنا. لو جينا بصينا لأول سكرين عندنا هنلاقيها مكونة من تكست وتحتها سب تكست وبعديها كونتينر، جوه الكونتينر صورة، وفوق الكونتينر زرار نصه بره ونصه فوق الكونتينر. تعالى أول حاجة نتعلم إزاي نتعامل مع الصور. لو وقفنا على الصورة بتاعتنا كده وضغطنا عليها هلاقيها ظهرت عندي هنا في هاجي هنا دي هتلاقيها البريفيو، هتضغط عليها هتلاقيها ظهرت عندك كده. تعمل اكسبورت وتحمل الصورة بتاعتك بالاسم اللي عايز تسميها بيه. هي متسمية موسكو، تمام، يعني مسجد. هتيجي تضغط تنزلها، بعد ما تنزلها هتاخد الصورة بتاعتك كده وتروح على البرنامج بتاعك وتضيفها في فولدر الايمج بتاعنا اللي احنا كنا عملناه وتضغط اوكي. كده اتضافت الصورة بتاعتك أول صورة عندك في التطبيق بتاعك. للتعامل مع الصور في أكتر من طريقة للتعامل مع الصور. أول حاجة إن أنا هاجي هنا في البادي مثلا بتاعي، لا مثلا وأجي أقول له هنا عندي صورة ايمج دوت اسيتس، وهنا هاجي هنا على الصورة بتاعتي وأقول له كوبي باس، تمام، وآخد الباس بتاعي وأسيبه هنا وأضغط كنترول اس، تمام. مش هتظهر معايا إلا أما أعمل رن للتطبيق بتاعي الأول. دي طريقة من ضمن الطرق اللي ممكن تضيف بيها صور في الابلكيشن بتاعك، انك تاخد الباص بتاع الصورة وتضيفه على طول جوه السكرين بتاعتك. طب في طريقة احسن من دي، في طريقة احسن من دي. هنيجي هنا في ملف الكور بتاعنا في اليوتلز في الثوابت، هاجي هنا هقول له عندي فايل اسمه اب، خلي اسمه الاب اسيت، واقول له انتر. هقول له عندي كلاس اسمه اب اسيت، هقول له هنا عندي ستاتيك كونست سترينج. اول صورة عندي اقول له ادي كنترول في المسار بتاع الصورة بتاعتي، وهاجي ارجع هنا في السكرين بتاعتي، وبدل ما اباصي ليه الصورة بتاعتي الباص بتاع الصورة هقول له من الاب اسيتس بتاعي هات الصورة اللي هناك، وكنترول اس هي نفس الصورة مش هتتغير. وكده انت ضفت الصورة بتاعتك. حتى لو انت قلت تغير الصورة مش هتلف في الابلكيشن كله تغير، لو الصورة ديت مستخدمها في كذا مكان انت مش هتلف في السكرينات كلها تضيف، لا انت تخش على الملف بتاعك في اليوتلز، هتقول له هنا تاخد الباص بتاع الصورة الجديدة تضيفها مكان الصورة القديمة، هتتغير في الابلكيشن كله وبس، تمام. دي كده احنا خلاص عرفنا ازاي نتعامل مع الصور في الابلكيشن بتاعنا. تعال نبص بقى على الكالر. عندي الالوان بتاعتي، الالوان هاجي نفس الكلام في الالوان. ممكن اجي في مثلا ادي عندي هشيل دي كده، هشيل دوت، وهاجي اقول له مثلا عندي تكست، هقول له مثلا هاخد اسم التكست اللي عندي دوت كوبي، واجي هنا هضيفه هنا، تمام، كنترول اس. طبعا هو ظهر عندي فوق هنا. تعالى نقول له بلاش، تعالى نقول له هنا الستايل بتاعه هيبقى من التكست ستايل. اقول له الكالر بتاعه، اقول له من الكالر دوت مثلا كنترول اس. كده انت ضفت اللون بتاعك في للتكست بتاعنا. بس ده مش صح. افرض انا عندي اللون ده مستخدم على مستوى الابلكيشن كله، يعني انا عندي اللون دوت مثلا مثلا اي لون، يعني مثلا لو احنا بصينا في اللون دوت مستخدم هنا وهنا 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 وهنا. طب انا لو انا عاوز اغير اللون دوت بعد كده، عندي مشروع وبيجي العميل قال لك انا عايز اغير اللون بتاع مثلا التكست دوت او السب تكست دوت، انت مش هتخش في كل سكرين عندك تغير بيها بقى اللون، هي هتتلخبط وهتبوظ الدنيا على نفسك. طب ايه العمل؟ العمل يا باشا انك تيجي يرجع كده تاني تيجي هنا تاني في ملف بتاعنا الكور، وهاجي هنا اقول له في اليوتلز في الثوابت هقول له
عندي ملف اسمه app colors. تمام، وهقول له عندي كلاس اسمه app colors. هقول له عندي static const color اسمه ايه بقى؟ عندي اول كلر بتاعي هقول له ده الكلر ده تقريبا مستخدم على مستوى الابلكيشن كله، هو اسميه برايمري كلر. تمام، هقول له برايمري بيساوي كلر، اقول له 0 اكس اف اف، واجي هنا على الكلر بتاعي دوت، اخده كوبي واروح هنا اضيفه واقول له، هيقول لي تمام يا باشا. هنيجي نرجع تاني للسكرين بتاعتنا. لو جينا اقول له تكست، هقول له عندي مثلا اي حاجه كده، واجي اقول له من الستايل بتاعي، هقول له اقول له تكست ستايل، هقول له الكالر بتاعي، هقول له من الاب كالرز بتاعي، هقول له دوت برايمري كالر. هاجي اضيف اقول له ضاف لي الخط بتاعي باللون بتاعي اللي تمام اللي احنا ضفناه. كده احنا اتعلمنا ازاي نتعامل مع الخطوط، نتعامل مع الالوان ومع الصور. تمام، تعالى بقى نشوف السكرين بتاعتنا فيها ايه وننفذه. اول حاجه تفتح الديزاين بتاعك، تبص للسكرين بتاعتك. تعالى بقى، طب هاخد بس دقيقه واحده اضيف الالوان انا بتاعتي، الالوان كلها اللي في التطبيق. انت هتضيف الالوان ديت تسميها زي ما انت عايز تسميها، اضيفهم انا وارجع عشان وقت الفيديو. تمام، رجعنا تاني، وتعالى نبص بقى على الديزاين بتاعنا ونشوف اول سكرين عندنا فيها ايه. هنلاقي لو بصينا لاول سكرين عندنا هنلاقي فيها التكست وتحتها سب تكست وتحتها كونتينر، جوه الكونتينر صوره وفوق الكونتينر زرار. تمام. تمام، تعالى بقى ننفذ السكرين ديت واحده واحده. لو جيت هنا في البادي هقول له اول حاجه دول الويدجت دي فوق بعض اللي هيرصهم في بعض كده، عندي حاجه اسمها كولوم. هاجي في هنا اقول له عندي كولوم. كولوم دوت بيوفر لي التشيلدرن بتاعتي. اول حاجه التكست. تمام، هقول له من الكنترول سي، واجي هنا هقول له هاخد دي كوبي تاني، واقول له عندي السب تكست اللي عندي ديت، واخد ده كوبي واجي اضيفه هنا. تمام، واجي بعد كده عندي كونتينر، اقول له كونتينر. تمام، كونتينر. هاجي اقول له الكونتينر دوت ليه ويدث طبعا وليه هايت. تعال نشوف هو واخد ويدث قد ايه وهايت قد ايه. وافتح الكونتينر كده هتلاقيه هنا يا سيدي، اقف عليه كده. اه ماشي. الهايت بتاعه اهوت، تاخده كوبي ونضيفه هنا. تيجي على الويدث بتاعه، اقول له ادي الويدث بتاعك اهوت واضيفه هنا. بعد كده هاجي اقول له الديكوريشن بتاعك، اقول له من البوكس ديكوريشن هتقول لي بوردر ريديوس، اقول لك بوردر ريديوس سيركلال 16. طبعا هو ظاهر معانا بس عشان لونه ابيض مش هتشوفه، فتعالى نضيف ليه لون. هقول له كلر بتاعي، هقول له من الاب كلرز هات لي ديب فوت. تمام، اخد الكونتينر بتاعنا بالبوردر، ممكن نخلي البوردر ده 20 عادي. تمام زي الفل. انا شايف عندي ان الويدجت جايه فوق بعضه، بدأ من فوق. تعالى نقول له هنا عندي، تعالى نبص على الديزاين بتاعنا هنلاقي، ولو ضغطت، لو جيت وقفت على الديزاين بتاعك كده وضغطت كنترول والت وقفت على اول ويدجت عندك، هتلاقيها واخده كنترول والت، هتوديك المسافه بين الاب بار او من اول سكرين واول ويدجت عندك. تمام، هتلاقي واخده 113. هاجي هنا اقول له عندي سايزد بوكس الهايت بتاعه 113. هاخد ده كوبي كده واقول له كنترول سي كنترول في كنترول في، واجي هنا اقول له عندي بين دي ودي 6.
تمام. واجي ارجع تاني واقول له بين دي ودي 41، بين السب تايتل 41. تمام. كنترول اس، هلاقي اداني المسافات بتاعتي. هاجي هنا هقول له هرب ديت بالسنتر، خليها سنتر. كنترول اس، ماشي. كنترول اس هقول له هنا ماشي. تعالى تعالى نرجع تاني، هلاقي عنده زرار. تمام. هاجي هنا هقول له بعد الكونتينر هقول له عندي سايز البوكس، الهايت بتاعه قد ايه. يخش على الزرار بتاعنا، هلاقي هنا عندي هايت 51 والويدث بتاعه 183. تمام. ونعمل ماشي. طب احنا بس عايزين نعمل ايه تاني؟ احنا قلنا سنتر اونلاين. تمام. سكافولد ماشي كنترول. تعال بس نمسح دي كده معلش. المفروض ان انا كنت اخلي الكولوم هو اللي في السنتر، مش اخلي السكرين. انا هبدأ بسنتر. تمام. كده هيضيف السكرين بتاعتي في نص الشاشة. هاجي هنا هقول له التشايلد بتاعي، هقول له عبارة عن اللهم صل على النبي elevated button. elevated button الأون بريست بتاعته. تمام. التشايلد بتاعه تكست. تمام. هاجي هنا اخد التكست بتاعي دوت، كنترول سي، اقول له كنترول في، كنترول اس. ادي الزرار بتاعي ظهر معايا عندي تحت اهوت. كنترول اس. كده احنا عملنا الشكل بتاعنا. تعالى نضيف الصورة هنا. اقول له التشايلد بتاعي، اقول له ميج دوت اسيتس، اقول له من الاب اسيتس دوت الصورة بتاعتي. هيظهر لي الصورة هنا. هقول له فيت، هقول له بوكس فيت دوت. هاجي هنا اقول له الستايل بتاعه. هقول له هنا من البوتوم ستايل، بوتوم ستايل، بوتوم ستايل باك جراوند كلر، باك جراوند كلر اريال اريال دوت اول دوت اول. هقول له من الاب كلر، هقول له من الاب كلرز دوت اي لون. كنترول اس. تمام. ادي اللي خد لون معايا. تمام. هاجي هنا هقول له من الشيب بتاعه، هقول له ماشي دوت اول. هقول له بوردر، بوردر ريديوس 16 دوت سيركلر 16. تمام. كده هو خد عندي بوردر وعندي ايه. هاجي هنا هقول له بقى هدي الزرار ده ستايل، هقول له ستايل، اقول له تكست ستايل، هقول له هنا فونت سايز. هاجي هنا هقول له شوف فونت السايز بتاعه قد ايه. ده واخد 18 بورد 18. والفونت ويت، اقول له فونت ويت دوت بولد. ماشي. تمام. تمام.
زي الفل. طب بس الكلر دوت لا، تعالى نغير الكلر بتاع ندي كلر. تعالى اقول له الكلر بتاعه، اقول له من الاب كلرز بتاعي دوت وايت. تمام، الله ينور، الله ينور، زي الفل. تعالى بقى ناخد تعالى ناخد الستايل بتاع الكلر دوت. ماشي، ونضيفه فوق برضو عندي هنا في كنترول في. ماشي، اجي هنا اقول له هو مش عارف، شوف بقى واخد سايز قد ايه. ده واخد 24، ده واخد 24. تعال خليه 24. الكلر بتاعه دوت. تمام، ماشي. ناخد برضو الستايل بتاعنا دوت ونيجي هنا في نضيفه هنا. لو رجعنا للديزاين بتاعنا هنشوف ايه. ده واخد 13، فونت سايز 13، والكلر بتاعه دوت. هنشوف الكلر بتاعه ايه. بيربل. صراحة أنا معرفش في الألوان يعني، بس احنا ممكن ندي ايه. واخد له ايه ده. هو دوت. تمام، حلو، حلو اللون ده. تمام. تمام، عايزين بقى نخلي الزرار دوت يخش فوق الكونتينر بتاعنا، يعني نصه فوق ونصه لورا. تمام. تعالى نعملها ازاي، تعالى بقى ايه. اول حاجه نعمل، احنا عندنا الكود ده عامل ازاي يعني تقريبا شكله بقى فظيع. تمام، احنا عندنا طبعا، احنا كنا عاملين في الفيتشر، عملنا هنا تمام. احنا عندنا اولا تعالى بقى نعمل اول حاجه عندنا الستارتنج، صح؟ قلنا عليها السبلاش او الستارتنج، خليها هنا. اقول له عندي هنا في فولدر اسمه فيو فيوز، وفي جوه الفيوز تمام عندي الويدجت ويد. تمام، ويدجتس. حلوة، حلو خالص 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 خالص. تمام. السكرين بتاعتي دي هضيفها هنا في الفيو طبعا. تمام. هاجي هنا بقى ايه، انا عندي في الويدجت بتاعتي، هاجي هنا هقول له عندي ستيكلس ويدجت. اسمها اسمها ايه يا سيدي. تعال نعمل ريفاكتور للكود بتاعنا الاول. اخد دي كوبي واقول له عندي دوت كونتينر بادي. تمام، في كونتينر بادي. كونتينر ده بادي، ده هيرجع لي ايه يا عم، يا عم منى، يا عم محمد. كونتينر بادي هيرجع لي كونتينر. هاخد الكونتينر بتاعي دوت كده يا سيدي. كنترول، اقول لك حاجه، هاخد الكونتينر دوت كونتينر بال ماشي، كنترول اكس، وهاجي هنا هضيفه هنا. تمام، وهاجي هنا هقول له كنترول سي، وهاجي هنا يا سيدي الناس بعد السايز بوكس دوت. تمام، هاجي هنا هقول له كنترول كونتينر بادي بتاعي. لو ضغطت كنترول اس هلاقي كل حاجة عندي زي ما هي. سيبك من المسافات اللي اتشالت ديت، خلينا بس واحدة واحدة نهندل الكلام ده واحدة واحدة. هنيجي ناخد دي بتاعت الوجد دي كده، وأقول له كات. هاجي هنا في الوجد بتاعتي، هقول لي هنا عندي فايل اسمه كاستم
بادي كاستم بادي، اقول له كنترول في. تمام. لا انجز بقى، ده انت بارد. تمام. هاجي هنا هضيف المسار بتاعي. تمام. تعالى بقى ناخد برضو الزرار دوت. هاجي هنا هقول له عندي ستيتلس ويدجت اسمها ايه، كاستم بوتوم، كاستم. ماشي. دي يا سيدي. تمام. هنيجي ناخد ده كده، وهاجي هنا عندي على الكاستم بوتوم بتاعي كنترول اكس، اقول له كنترول في، واجي هنا اقول له كنترول سي. تمام. تعالى نظبط دي كده. تمام. ناخد دي يا باشا كده كنترول اكس، واجي عندي في الوجهة بتاعتي هقول له عندي كاستم بوتوم. ماشي. واجي هنا هضيف الكاستم بوتوم بتاعي. شايف الحلاوة كده؟ الكود بتاعك ما عادش فيه ايه، يعتبر ما عادش فيه حاجة خالص يعني. مش انت ممكن كنت تاخد دي اصلا، تاخد الوجهة دي برضه ممكن نعملها عادي. ممكن هنا ناخد، نقول له ستيتلس، نقول له كاستم اب بار. تمام. وناخد فيها السايز البوكس دي كده، ناخد دي كلها كده كنترول اكس، واجي نضيفها هنا. اقول له عندي كولوم، جوه الكولوم دوت children، اجي اضيفهم هنا. تمام. وتاخد الابار ده كده. تمام. وناخد دي كده كنترول اكس، واجي هنا في الوجهة بتاعتي اقول له عندي كاستم. تمام. احنا بنشرح براحتنا، مش ورانا تاسك ولا حاجة بنخلصه، فعايز الناس تفهم والناس تبقى الكود بتاعها كود كلين ونضيف كده وحاجة ايه. شايف الجمال؟ عندك سطر كود بس، يعني 22 سطر بس، مش مكملين كمان 22. احنا لو عملنا يعني 20 سطر كود بس، انت كده يا باشا عامل سبلاش سكرين حاجة او ستارتنج سكرين، يعني بص محترم. تيجي تعمل كده. تمام. تعالى نضيف بقى المسافات اللي بينهم. ماشي. لو احنا جينا كده في الاب بار عندي، هلاقي هي واخدة تمام ديت مظبوطة. ماشي. سايز البوكس تمام. لو جينا هنا ممكن نضيف هنا السايز البوكس في التكست، اقول له سايز البوكس الهايت بتاعه 41. تمام. ونرجع هنا على البادي، اجي هنا اقول له الكونتينر، بعد الكونتينر مش مشكلة. سايز البوكس بتاعي تمام، خليها بره دي. اجي هنا اقول له عندي سايز البوكس الهايت بتاعه كام؟ لا مفيش هنا سايز البوكس صحيح. تمام زي الفل. ماشي. احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخلي الزرار دوت يطلع فوق الكونتينر بتاعنا نص فوق ونص تحت. دي اعملها من خلال الستاك. هاجي هنا اقول له عندي ستاك
هاجي هنا هاقول له عندي children. أول حاجة بتاعتي، أول حاجة عندي في هاقول له الcontainer بتاعي اللي هو body. تمام. control S. تمام. وهاجي هنا عندي أقول له في الposition بتاعي، أقول له عندي position الchild بتاعها عبارة عن الزرار. هاجيب هنا الزرار control S. هل الزرار بتاعي طلع فوق فين؟ ظهر، بس ظهر فوق خالص. تمام. أنا عندي في الstack دوّة عشان بس أخلّيه يعمل العناصر عندي. هاقول له عندي alignment. ماشي، هاقول له alignment. امسح دي كده يا سيدي، مش عايز دي. dot center. هييجي لي في النُص. هاجي هنا عندي الclip behavior ديّة عشان أتحكم، يخلّيني أتحكم في العناصر وأحرّكها يمين وشمال. أقول له clip آآ behavior clip behavior. clip dot run. تمام. دي بتخلّيني أتحكم في الزرار دوّة، في الposition دوّة، أحرّكه يمين وشمال وإيه، وزي ما أنا عايز. تمام. تمام. هاجي هنا عندي في يعني ماشي. هنا عندي هاقول له من الbottom، عايزه من الbottom سالب مثلًا 5، سالب 2. ماشي. هاقول له سالب 10. لأ، سالب 20. تمام. هو كده بيتهيأ لي ضبط، صح؟ تمام. كده إحنا نفذنا الdesign بتاعنا، يعني تقريبًا. تعالَ نفتح الdesign ده كده. عندي الscaffold بتاعتي هاقول له الbackground بتاعي الcolor، هاقول له من الapp colors dot primary color control S. تمام. هو تقريبًا كده خلّصنا أول screen عندنا. ولو في أي حاجة الناس تكتب في التعليقات، ولو ما حدش فِهم نقطة معيّنة وعايزين نعيد عليها، يكتب لي في التعليقات برضه، وإن شاء الله هنتواصل مع بعض و ونحل المشكلة. تعالَ بس نشيل الdebug اللي فوق دي. أقول له هنا debugging false. تمام. كده إحنا خلّصنا الscreen بتاعتنا وعملنا زرار. وإن شاء الله في الفيديو اللي جاي نخلّي الزرار دوّة يnavigate على الscreen التانية اللي بعد الscreen ديّة. تعالَ بقى نكتب comment للي إحنا عملناه النهارده. إحنا كده خلّصنا أول screen عندنا، فهاجي هنا أقول له get add dot، يعني ضيف لي الكل. أقول له get commit dash finish splash screen. هاقول له get push. تمام. هو كده خلّصنا ورفعنا الكود بتاعنا على GitHub، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي